صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أمك فاطمة المكسور ضلعها والمقصوع بحقها. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا باب يا باب يا الطهر قل لي بربك عامدا تؤذيها أم إن أصحاب السقيفة عنوة أمروك بأن تؤذيها. وقعت وناديت يا محمد يا أبي، وقعت وناديت يا محمد يا أبي، وعلى الخدود مدامع تجريها وقعت ونادى محسن من تحتها مثل ابن مريم قاصدا يسلي بويا من غبت نكره وصيتك، بويا بويا من غبت نكره وصيتك وما راعوا لشخصك بقلبيتك يا ابو ابراهيم. حاضر تمنيتك لما صارت على داري لما صارت واجمعوا على الدار قاموا يحرقون الباب بالنار. بويا يا رسول الله، بويا بويا بويا
ينجدد يمه وجرح صدري البسمار وذد ينعاب وجنيه ينيسج منه بويا انا والله كانت مدلله بجال ابوها الزهراء بعدها بنت رسول الله مدلله بجال ابوها انا ابويا بزغبه يتروعوها ومن البس عليك منايا بسمار بويا شهد ما شفت من دنياي بسمار بويا عليلة والضلع مصيور بسمار بويا ونازع واجرع بجاز المنيم ونازع واجرع بجاز المنيم. هذا يصور الباب اللي عصرت به فاطمة، يقول باب من جذوع وذجيلة وزين ولوت بالقاع بويا ترجن أرجل. سوى هذا الباب يقول طبقت على ام العزن طبق الجفين. ايش وقت يقول من عصر الزنيم بحيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. شهادة مولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فنقف قليلا أيها الإخوة والتأمل في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. وأني الإنسان لا بد له من المعرفة. هذه المعرفة لا بد لها. أي إنسان اليوم إخواني لما تنظر إليه وترى فيه الكمالات، هذه المعرفة لما تزيد بشخص تعرفه يعني يحمل أخلاق، يحمل علمية، يحمل من الأخلاق الحميدة. هذا الإنسان لما تعرف عنده هذه الكمالات راح ماذا أخواني تزيد محبة له. وإذا أجلكم الله إنسان منحرف، صلوا على محمد وآل محمد. فضل سيدي. وإذا إنسان أجلكم الله منحرف أيضا من خلال أعماله الرذيلة، هذا الإنسان يبتعد عنه. إذن هذه المحبة وهذه المبغوضية نتيجتها هي المعرفة. الإنسان لما يعرف نعم هذا الشخص عنده من الكمالات تزيد الإنسان في قلبه تلك المحبة. كيف لو أتينا إلى فاطمة الزهراء سلام الله عليها وهي التي تحمل تلك الكمالات والصفات الحميدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله مضمون حديث يقول لو كان الحسن شخصا لكانت فاطمة، بل ابنتي فاطمة أعظم. يعني حتى لو هذه الكمالات بما فيها من الكمالات اجتمعت في شخصية، يقول لو نعم لكانت ابنتي فاطمة. بل النبي صلى الله عليه وآله يترقى في كلام يقول حتى لو اجتمعت هذه الكمالات في شخص الزهراء أعظم من ذلك الشخص الذي يجمع كل الكمالات. زين. فإذا إخواني محبتنا لفاطمة لا بد لها من معرفة، لا بد لها من معرفة. احنا هذا الحديث دائما نسمعه
يا أحمد لولاك شنو ما خلقت الأفلاك، ولولا علي ما خلقتك، ولولا فاطمة ما خلقتكما. هنا البعض ينظر من باب الأفضلية، يقولون علماءنا أنه هذه من باب أنه لا تكتمل الرسالة إلا بهؤلاء، شيء مكمل للشيء الآخر. أيها الأخوة، لا تكتمل رسالة النبي صلى الله عليه وآله إلا بوجود هؤلاء، رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة الزهراء. ولذلك الزهراء هي محور. أنت شايف من الله عز وجل لما يخاطب جبرائيل مو يقول له فاطمة وأبوها في حديث الكساء، شوف خلى الزهراء شنو خلاها فاطمة محور، فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. زين، فهذه المعرفة إخواني لابد لها لنا، لابد أولا لعدة أمور، لابد من معرفة الزهراء سلام الله عليها. أولا أن محبتها فرض الله عز وجل فرض علينا محبتها، مو وآت ذا القربى حقه. لولاكم، شوف هنا يا آل محمد حبكم فرض من الله في القرآن نزله. هذا لو تنازلنا اخواني، تنازلنا عن الفرض، لو ان الله عز وجل ما فرض محبة اهل البيت عليهم السلام، ومن ضمنها فاطمة الزهراء، من ضمنهم فاطمة الزهراء سلام الله عليه. زين، نحن مضطرين الى حب فاطمة. شوف النبي صلى الله عليه واله يلتفت الى سلمان يقول له يا سلمان ان حب فاطمة ينفع في 100 موطن. حب فاطمة الزهراء ينفع في 100 موطن، أهونها الموت والقبر والصراط والميزان وتطاير الكتب. هسه شوية نقف قليلا إخواني عند هذا الحديث أيها الأخوة. شوف عند الموت الإنسان لما يصل في هذه المرحلة، مرحلة الاحتضار، وهي عندنا احنا روايات في هذا المجال، لا أريد أطيل في هذا المجال، لكن شوف أقف قليلا. لما الإنسان إخواني يصل إلى مرحلة الاحتضار بعد لا ينفعه مال ولا ينفعه جاه ولا ينفعه منصب ولا ينفعه ولد ولا نعم تنفعه عشيرة أبدا. يظل هذا الإنسان يلتفت بعينيه يمينا وشمالا، يريد يخلصونه من تلك وأمير المؤمنين سلام الله عليه شو يقول وجاءتهم سكرة الموت وحسرة الفوت. هاي في تلك اللحظات مو سلمان في وصية من النبي صلى الله عليه وآله قال له إذا يعني قضية معروفة إذا قرب أجله واحد يكلمك من الموتى، وهذا يقولون من أصحاب الخير، يعني كلمه قال له يا فلان صف لي الموت. شلون الموت؟ قال له يا سلمان، يا سلمان لو قطعت بالمناشير إربا إربا أهون علي من سكرة من سكرات الموت. مو قضية سهلة أخوان، مو قضية سهلة أبدا. زين، هذا الإنسان اللي تلك الساعة لا ينفعه أي شيء يريد واحد يعينه، يقول في تلك الساعة حب فاطمة ينفعه. ولذلك عندنا روايات في تلك الساعة يحضرون، يحضرون، تحضر الزهراء رسول الله أمير المؤمنين أهل البيت يحضرونه ويقولوا له رفقا نعم بهذا فإنه موال لنا محبا لنا. يعني شلون؟ فالنبي صلى الله عليه وآله يقول حب فاطمة ينفع أولا في عند الموت، بعد عند القبر. القبر الشيء بالشيء يذكر عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لما يقولون للإنسان 3 أخلاء، 3 أخلاء له. الخليل الأول، شوف هنا يبينون أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، يقول الخليل الأول هو مالك، المال. الآن المال شي يقول للصاحب؟ يقول له أنا بخدمتك، ما دام أنت في الدنيا بخدمتك، ماذا تصنع ماذا تفعل أنا بخدمتك. لكن هاي الصحبة يقولون الأخلاء، يعني الخليل 3 أخلاء، الخليل في غاية الصحبة.
لكن هاي الصحبة تنتهي وتنقطع بيني وبينك عند الموت. إذا متت خلاص انتهت بعد الصحبة أنا بيني وبينك. ولذلك أول ما يموت الإنسان شنو يصير أمواله؟ يصير أمواله ورث، يصير بينه مو ملك له، تنتقل مباشرة إخواني إلى أولاده إلى بناته. هذا هكذا علماء، إلا إذا كان هو موصي في ثلث مالته، على كل حال في وصية تستخدم في تلك الجهة. هذا الخليل الأول. الخليل الثاني هم الأهل، جزاهم الله خير. الإنسان لما يموت يحملونه، يشيعوا يغسلوه، إذا وفق يزورون أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولكن يضعونه في القبر. لما يصل إلى ذلك القبر خلص انتهى الموضوع. ولذلك عندنا رواية يقول لما يوضع الإنسان في قبره ويتركونه أهله يهيلون التراب عليه وينسحبون، ينادي بهم فلان فلان لا تتركوني لا تعوفوني، خلاص. ولذلك عندنا في رواية أنه الإنسان لما ينادى بذلك الصوت كل شيء يسمعه إلا الإنسان، يعني الحيوان يسمع جلكم الله ماذا ينادي هذا الإنسان الذي في القبر، لكن نفس الإنسان ما يسمع. ينادي يقول لهم لا تتركوني، خلاص يقولوا له صحبتنا وياك انتهت، هذا فراق بيننا وبينك خلاص. ولذلك تلك الشدة وتلك الوحشة. لذلك إخواني لما يوضع الإنسان في قبره تجي الروايات يقول أصعب على الإنسان أول ليلة في القبر. شو يقولون؟ يقولون يستحب للإنسان أن ماذا؟ يتصدق عنه حتى يخفف تلك الوحشة عنه. إذا ماكو يصلي صلاة الوحشة، دار غربة دار جديدة، عاف أهله وعشيرته وأصحابه. لذلك في خطبة للإمام السجاد سلام الله عليه لما استغلها عند يزيد بن معاوية، قضية معروفة لا أريد أطيل في هذا، قال أيها الناس أحذركم من الدنيا وما فيها، فإنها دار زوال وانتقال تنتقل بأهلها من حال إلى حال، قد أفنت القرون الماضية والأمم السابقة الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأكثر آثارا، طحنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان، فكأنهم لا كانوا له أهلا ولا سكانا، خلاص. لكن الخليل اللي إخوانه هو ماذا؟ العمل. هذا وياك وين ما تروح في القبر وياك. وهنيئا اللي عنده عمل خدمة الزهراء، دم على الزهراء، حضور مأتم الزهراء صلوات الله وسلامه، فينفع إخواني في القبر، ينفع حب فاطمة الزهراء سلام الله عليها. زين، فإذا لو كنا مضطرين إخواني إلى حب فاطمة، أقول هذا الحديث ينفع أنه مضطرين، نحن محتاجين إلى حب فاطمة، ينفعنا في هذه المواطن. زين، تعال إلى فطرة الإنسان إخواني. فطرة الإنسان اللي هاي الفطرة السليمة، لما تنظر إلى شخص تجد فيه كمالات، تنظر في أخلاق. أنا بفطرتي السليمة الغير ملوثة ما يحتاج أنه أنا أستأذن قلبي حتى يدخل حبه في قلبي، ما يحتاج، لا، هو هذا أوتوماتيكيا يدخل حب الإنسان، ذلك المؤمن صاحب الأخلاق يدخل حبه في قلبي. تعال إخواني، رسول الله صلى الله عليه وآله هو يبين ويعرف الزهراء. شو يقول النبي صلى الله عليه وآله؟ يقول فاطمة شبيها ثمرة فؤادي. تعال خلنا نشوف شوي، نقف اللي يعرف النبي. تعال أولا نشوف قلب النبي صلى الله عليه وآله. قلب النبي هذا فؤاد النبي اللي لم يتسع له أكثر مما اتسع هذا القلب، هذا الفؤاد لرسول الله صلى الله عليه وآله. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وصل إلى ذلك المكان، يقول له يا رسول الله، جبرائيل يقول له لو تقدمت مقدار أنملة لاحترقت بعد، خلص. هذا المكان يا رسول الله الذي ستطأه لم يصل إليه لا ملك مقرب ولا رسول. هذا المكان اللي أنت راح توصله لم يصل إليه قبلك أحد. أنا طاقتي هذا مكاني، لكن هذا المكان أنت راح توصل. ولذلك يقولون جثى على ركبتي النبي صلى الله عليه وآله، قال له إلهي لا أسألك
آمنة التي حملتني، ولا أسألك حليمة التي أرضعتني، ولا أسألك خديجة التي آوتني، إنما أسألك أمتي أمتي. لكل نبي دعوة مستجابة. شوف هاي الأمة شلون جازت رسول الله صلى الله عليه وآله، يأتي إليه النداء: يا محمد. صلوا على محمد وآل محمد. يا محمد إنك نبي شريف، وأمتك خلق ضعيف، وأنا رب لطيف، وما ضاع الضعيف بين الشريف واللطيف، وعزتي لأجعلن القيامة قسمين، قسم أنادي رحمتي، وقسم قسم تنادي أمتي. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله. تعال شوف أنت، شوف هاي المواقف، وتعال شوف الأمة ماذا صنعت برسول الله، ونعم بأمة رسول الله بأهل البيت ماذا صنعوا أيها الأخوة. لذلك هذا القلب الذي رأى ما رأى من آيات ربه الكبرى، ورأى ووصل. هسه شنو اللي رأى؟ لم يحدثنا إخواني الآيات، لكن القرآن يعبر بهذا التعبير: رأى من آيات ربه الكبرى. مضمون الآية: ما كذب الفؤاد ما رأى. زين، هذا الفؤاد له ثمرة يولا؟ نعم له ثمرة. عصارة هذا الفؤاد، فؤاد النبي، هذا القلب الذي رأى من آيات ربه الكبرى، يقول النبي: ثمرة فؤاده هي فاطمة، هي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ثمرة فؤاده هي فاطمة. ولذلك إخوان من تجي إلى الشجرة، أي الشجرة هي عصارة تلك الشجرة، يعني بما في تلك الشجرة من خصائص تجدها بما عند الثمر. يعني ما كان عند رسول الله كان عند فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أقرب لك مثل آخر: من تدخل إلى بستان إخواني، هذا البستان بستان واسع وفيه مختلف الأشجار. هسه مرة ما فيه ثمر، أنت ما تعرف هاي عنديك مثلا، أنا ما أعرف، ومرة لا أثمار موجودة. من خلال الثمرة وين أجي أعرف شنو أصل الشجرة؟ أجد مثلا ثمرة البرتقال، أقول هاي شجرة البرتقال. ديش مثلا تلك الرمان، أقول هاي شنو رمان، وهكذا. يعني كأنما الثمرة نعم تدل علي من إخواني على أصلها، على أصل الشجرة. رسول الله صلى الله عليه وآله يقولهم: أيها يا أمتي تردون تأتون إلي، تصلون إلي، تعالوا من هذا الباب، باب فاطمة، باب علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه. هذا الباب من أتى باب فاطمة فقد وصلني، ومن وصلني فقد وصل الله سبحانه وتعالى. النبي يبين إخواني الطريق الموصل إلى رسول الله، بالتالي نعم يوصل إلى الله عز وجل، هو باب فاطمة، باب علي بن أبي طالب. ولذلك هذه الأمة لما تركوا هذان البابان، باب علي وفاطمة، عاشت في تيه. تشوف اليوم مثلا قضية فلسطين اليوم، كم دولة عربية؟ 22 دولة عربية. لكن لما تركوا منهج أهل البيت، تركوا أهل البيت عليهم السلام، كيف أنه بدأ بهم الضعف أيها الإخوة، ضعف. اليوم نشوف الأطفال يقتلون، وآلاف النساء ما حد عنده فرد عرق حمية وغيرة ويدافع عن هذا البلد. لذلك هنا يقول لهم النبي صلى الله عليه وآله: إذا تريدون شرفكم، حميتكم، مقامكم، رفعتكم، تعالوا إلى باب فاطمة، تعالوا إلى باب علي صلوات الله وسلامه عليه. يقف على باب فاطمة، باب فاطمة بابي، حجابها حجابي. ولذلك كان دائما النبي صلى الله عليه وآله يدل على هذا، يعلم الأمة أن تعالوا إلى هذا، نعم هذان البابان،
تعالوا إلى باب علي وفاطمة سلام الله عليهما. مرة هذا المسكين اللي يجي الفقير ويسأل الناس أمام مرأة النبي صلى الله عليه وآله: أيها الناس، أنا ما عندي، وعندي أطفال، وعندي أحتاج أموال، أحتاج طعام، أحتاج ملابس. هو بالنبي صلى الله عليه وآله أصحابه موجودين وله الولاية، ممكن يقول له عمار، كان عمار عنده: عمار قم واقضي حاجة فلان، هذا الفلان المسكين الفقير. قال له: روح إلى باب فاطمة، روح إلى ابنتي فاطمة، روح البنت فاطمة. راح دق الباب: يا ابنة رسول الله، أباك أرسلني إليك. يدري بالزهرة ما عاد شيء، نزعت ذلك العقد وأمضته لهذا الفقير ورجع. رجع أخواني، رجع ما أعطت. قال: يا رسول الله هذا العقد، عقد فاطمة. عمار كان موجود. قال له: تعال أنا بخدمتك، شنو تريد؟ مال، تريد طعام، تريد ملابس، بس اعطينا هذا العقد. انطاه. شنو اللي يريد؟ انطاه. أخذ العقد طيبه، انطاه فيه إلى عبد عنده. قال له: روح رجع إلى فاطمة، إن قبلته فإنك حر لوجه الله. وراح رجع دق الباب: من؟ أنا عبد عمار أرسلني إليك وهذا العقد. قالت: اللي أنطيناه ما يرجع، إذا أعطينا شيئا ما نرجع. يقول: بكى هذا العبد، قال: سيدتي ولكن فيه عتقي. قالت: إذا كان كذلك أعطني، هاتي. يقول: لما أخذ هذا ضحك هذا العبد. لماذا؟ سألته الزهراء. قال: سيدتي شنو البركة بهذا العقد؟ لقد كسى عريانا، أطعم مسكينا، الله، أشبع جائعا، أعتق مملوكا، ثم رجع إلى صاحبه. شنو البركة اللي تعمل؟ شنو البركة؟ ذلك الزهراء يقول النبي: ثمرة فؤادي، ثمرة فؤاد. إخواني، الزهراء حتى في يوم القيامة لها موقف معكم يا شيعة الزهراء، يا شيعة الحسين، يا شيعة أمير المؤمنين. لا موقف لما يأتي النداء: أيها الجمع غضوا من أبصاركم حتى تجوز أمتي فاطمة، حتى تجوز أمتي فاطمة. يأتي إليها النداء. الله، لما تأتسئ قضية ما أريد أفصل بها، لكن أتت بطبق: إلهي لا أداعي بكسر ضلعي ولا بشيء، ولا إنما ما ذنبان، نعم ذنب هذان الكفان حتى يقطعا. موقف أبي الفضل العباس سلام الله عليه، موقف أم البنين إن شاء الله هم نذكر سلام الله عليه. يأتي: أمتي سلي تشفعي. قالت: الله أريد مثل هذا اليوم أن يعرف مقام. يقول الإمام الباقر: يأتي إليها النداء سلام الله عليه، فتلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. هنيئا لكم صلى الله عليه وسلم. يوم المحشر، يوم القيامة، هؤلاء بعدين اللي تشفع فيهم الزهراء لما يأتون إلى باب الجنة، يأتي أو الله عز وجل يقع في قلبهم، في روعهم أن يلتفتوا. يأتي إليهم النداء: مما التفاتكم وقد شفعت فيكم أمتي فاطمة، إلهنا نريد أن يعرف مقامنا مثل هذا اليوم. يأتي إليهم النداء: من أطعمكم على حب فاطمة، من كساكم على حب فاطمة، من سقاكم على حب فاطمة، من رد عنكم غيبة على حب فاطمة، فخذوا فادخلوا به الجنة فلا يبقى. الإمام يقول سلام الله عليه. هؤلاء، هاي الشفاعة في يوم القيامة أخواني، هاي الزهراء حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله. الله، إن قيل حواء
قلت فاطم فخرها، أو قيل مريم قلت